16 يوم بس على المونديال، وأنا قاعد أقرأ خبر بيرعب. ميسي عنده إجهاد عضلي في الفخذ قبل المونديال بأسابيع. سكالوني أخد قرار غريب جدا، وأنا هقول لكم بعد شوية إيه عمل بالظبط. بص كمان حاجة قريبة من جلابنا، عمر مرموش وحمزة عبد الكريم وصلوا معسكر الفراعنة النهاردة. حسام حسن جمع نجوم أوروبا قبل المونديال، وحمزة كان في حساباته من كأس إفريقيا. خد عندك توماس توخل طلع قائمة ال26 الإنجليزية، وثيو وولكوت طلع يقول دي أحسن 26 في البلد. أنا شايف عكس كده تماما. شطب مورجان جيبس وايت بعد موسم كامل في فورست، دي غلطة. توخل بيختار بمزاجه، وزي ما وعدتكو سكالوني بسبب الإصابات ضم 6 شباب من بوكا وريفر وفيليز وروزاريو سنترال لجولة ما قبل المونديال. أهم اسم توماس أرندا من بوكا. الراجل بيبني جيل 2030 وهو لسه ما لعبش 2026. ياه، حاجة جميلة من اسكتلندا. مقصية سكوت ماكتومينيه اللي أهلت اسكتلندا لأول مونديال من سنة 1998 اتحطت على ورقة ب20 جنيه اسكتلندي. أول مرة هدف يتحول لفلوس رسمية. هدف، خلاص. بس استنى، الحكاية دي بتكسر القلب. الكونجو الديمقراطية رجعت لكأس العالم بعد غياب طويل، وفجأة أمريكا منعت جماهيرها بسبب إيبولا. الاتحاد طلب من فيفا يرجع فلوس التذاكر. حرام عليهم، أنا شايف الأسبوع ده مجنون. ميسي موجوع، توخيل بيختار بمزاجه، والكونجو محرومة من جماهيرها. انتوا شايفين ميسي هيلحق المونديال بكامل قوته، ولا الإجهاد ده بداية المشاكل؟ قول لي تحت.